غيث وسارة ولا بحبهم ولا بكرههم. هل انت ترضى ان انت تعملي كده؟ انا مش هاخد الموضوع بهزار خالص. النهارده هنتفرج على فيديوهات عشوائيه على التيك توك. قبل ما ناخد الجوله السريعه دي تحط لايك على الفيديو وتشترك في القناه لان احنا خلاص قربنا جدا على 1000 مشترك. ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الفيديوهات اللي معانا. والله العظيم حصل. لا هو مش انا مش متجوز. حصل ان انا كل شويه بقول لامي ما بحبش الاكل فيه مثلا حاجه معينه تعملها برضه. ما يعرفش دول غيث وساره من اكتر مشاهير على السوشيال ميديا دلوقتي، من الناس اللي انا ولا بحبهم ولا بكرههم، عشان ما حدش يقول ان انت متناقض وازاي ولا بتحبهم وبتكرههم لسان ما بتحبش محتواها. فرق في الاثنين ان دي مراته، فساعتها فعلا يقال خلاص هو حر. لسان اسماعيل انتوا ليه مقتنعين ان ده جوزها مثلا؟ ده مش خطيبها اصلا. ده القلب والعين ولا عمري هشوف زي في الدنيا كتير بنت الجيل اللي بتلعب اللي يشيل لقطة من المشاهير. الفيديو ده طالع ترند دلوقتي، كل الناس عماله بتشيره. هل هو في حاجه مفيده؟ لا. امال ليه الناس بتشيره؟ الناس بتشيره عشان الجزء اللي في الاول اللي كانت لابسه فيه اللبس اللي اكيد انتوا ما شفتوهوش واكيد انا مش هعرضه. ممكن اخد دلوقتي الموضوع بهزار، ممكن اقول ها انت كان نسيتي تلبسي مش عارف ايه شبه اغلب الناس، بس انا مش هاخد الموضوع بهزار خالص. ان البني ادم اللي بياخد الحاجات اللي شبه دي بهزار بيوصل للمشاهد الموضوع ده عادي ان احنا نهزر فيه. ما نقدرش نقول غير ربنا يهديه، ربنا يهدي كل الاشخاص اللي بيفكر نفس التفكير ده. Everywhere I go I keep a picture in my wallet like you. قبل ما اتكلم وقلت عليه على الفيديو وقبل ما حد يكتب كومنت دلوقتي، فانا هقول جزئيه في الاول. لو انت بنت بقى، هل انت ترضي ان انت تعملي كده؟ ترضي ان شخص ما تكونيش خطيبته؟ حتى انت حتى لو خطيبته ما ينفعش، البني ادم قاري فاتحه بس هيتقال لي الحاجه الثانيه اللي اتقالت لي في كل الكومنت. انت مالك بيهم؟ ربنا هو اللي هيحاسب مش انت. اغلب متابعين لسان اسماعيل البنات اللي سنهم صغير، كونهم بيحبوا لسان اسماعيل او كونهم بيحبوا اي شخص معين، فده هيبقى قدوه ليهم. اي تصرفات بيعملها مع الوقت هتترسخ في عقولهم ان دي الحاجه العاديه، فده شيء غلط جدا ما تسكتش عليه. اتفضلوا. وانا اتكلمت دلوقتي هيتقال لي انت مالك؟ هيتقال لي دليلة العمر. والله العظيم الواحد ما بعرف يقول ايه. فيديوهات النهارده كلها غريبه. بقول ان احنا نكمل الفيديو ونتكلم في الاخر. الفيديو ده اكتر من هو مستفز، لا ده مكتوب عليه كمان الكابشن اللي مكتوب عليه كمان مستفز. مكتوب العروسه كيرفي رزق. ايا كان اللي منزل الفيديو ده، الاكونت اللي انا شفت عليه الفيديو ده، تخيلوا ان العريس وصل الناس للمرحله ان هم ياخدوا الفيديو ويكتبوا عليه اللي هو عايزه على زوجته. انا كان في سؤال مهم من اول لحظات شفت الفيديو ده، كان نفسي الكاميرا كانت تلف واشوف منظر العريس. هل هو مبسوط؟ هل هو مرتاح؟ اخي بسم الله ما شاء الله، كل شخص لو ربنا رزقه بعروسه زي القمر خبيها. ما هو الجمال ده المفروض ليك انت مش للناس. دي كانت الفيديوهات اللي معانا النهارده. لو في حاجه عايز اقولها في الاخر، يا ريت الناس اللي بتدعم الشخص اللي يعمل حاجه غلط فكر، شغل مخك، ما تخليش العاطفه هي اللي تخليك تمسك موبايلك وتكتب كومنت ما ينفعش ان انت تكتبه. مش هقول لك غير ان انت فكر بعقلك وبس. هو ده كان الفيديو اللي معانا النهارده. ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه وتدوس لايك الفيديو عشان يوصلك بعدد من الناس. اشوفكم على خير يا احسن ناس في الدنيا. سلام.